السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقة جديدة في قناتنا المهندس الاقتصادي، وجزء جديد هنتكلم فيه. وفي آخر الحلقة وبقول لي نكمل في الجزء ده ولا لا. الجزء ده هيكون ترفيهي شوية ولكن برضو غني بالمعلومات. في الأول محتاج دعمكم، عايزين نوصل مع بعض ال1000 مشترك. دلوقتي داخلين على 2000 مشاهدة. محتاج تتفاعلوا معايا وتقترحوا عليا حلقات محتاجين أتكلم عنها، وندخل في الموضوع يا صديقي. موضوع حلقتنا: مشهورين أعلنوا توجههم الاقتصادي. نبدأ بأول حلقة عن فيلم انتاي. مخرج الفيلم هو أندرو نيكول، وأبطال الفيلم هم جاستن تيمبرليك وأماندا سيفرد. أنا هنا مش جاي ألخص لك الفيلم أو أتكلم عن اللي فيه، إحنا ناس بتوع اقتصاد ومحتوى اقتصادي. الفيلم ده مخرج الفيلم عمل لك محاكاة عظيمة بين الرأسمالية والاشتراكية في حبكة درامية جميلة ومثيرة. فيه يتكلم عن الناس اللي كانوا عايشين طبقات، وكان موجود طبقتين: طبقة بروليتاريا كادحة كانوا في عالم منعزل تماما عن عالم الطبقة البرجوازية، ودول كان ليهم مدينة مختلفة تماما عنها، وفي فصل تام بينهم، وبيحكي فيه صعوبة انك تنتقل من طبقة لطبقة تانية، والمشكلة اللي هتقابلها والتعثرات كل ما تحاول توصل. الجزء الخيالي في الفيلم ان التعامل ما كانش بالفلوس ولكن بالعمر، وكان هو السبيل الوحيد انك تعيش هو تعبك وشغلك. وكنا بنشوف جرائم القتل في الاحياء الفقيرة، كبير في النظام والرفاهية بين الاحياء الغنية، وكأنه بيعبر لك عن العالم كان مقسوم طبقتين او لطبقات زي ما بتسعى الرأسمالية. لكن في نهاية الفيلم عبر المخرج عن ميوله الاشتراكية بانه في الاخر خلى البطل الفقير هو اللي يفسد سيطرته ويوزع العمر على العالم كله، وما يبقاش في ناس عندها عمر اللي هو بمفهوم دلوقتي ثروة كبيرة، والناس عايشين حياة صعبة. وفي آخر الفيلم نجحت الطبقة الفقيرة في الفيلم ده إنها تخلي العالم كله طبقة واحدة، وده اللي ما حصلش في الواقع العملي. عشان في الواقع العملي فشلت الاشتراكية ونجحت الرأسمالية، عشان لحد دلوقتي نجحت أمريكا الرأسمالية إنها تكون القوى العظمى، وانهار الاتحاد السوفيتي اللي كانت ايديولوجيته قايمة على ان العالم كله يكون طبقة واحدة. وكده نكون عرفنا ان الفيلم ده كان بيحاكي الصراع الايديولوجي الرأسمالي والاشتراكي، والمخرج عبر عن تحيزه للفكر الاشتراكي بانه خلى في الاخر هي هزمت الرأسمالية والعالم كله بقى طبقة واحدة. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب، القناة مش هتكبر غير بيكم، ومحتاج نوصل لل1000 مشترك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. إلى اللقاء في حلقات جاية يا صديقي.